السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم المطبخ البلدي مع ام احمد. النهارده عامل معاكم صينية بوري تحفة جدا بالخضار. معايا زي ما انتم شايفين كده البوري بتاعي مغسول طبعا ومتنضف. وطبعا زي ما انتم شايفين الخلطة بتاعتي عبارة عن طماطمتين كبار وفلفل اخضر وجزر وبصل وبقدونس، ربطة بقدونس كبيرة، ومعايا هنا ليمونتين ومعلقتين كبار من الثوم. معايا هنا كمون، كزبرة، فلفل، ملح وشطة. طبعا الخلطة بتاعتي كلها كده هنحطها على بعض. طبعا اول حاجة احط طبعا البهارات بتاعتي على الجزر والفلفل والطماطم والبقدونس والبصل. هحط هنا معلقتين الثوم الكبار، هنعصر الليمون بتاعي ليمونتين، وهنحط طبعا معلقة من الخل، وهنحط شوية زيت زي ربع كوباية زيت. همسك الخلطة دي كلها هدعكها وهاخد منها احط تحت الصينية اللي هحط فيها البوري. في الصينية اللي هحط فيها البوري هبتدي اخد شوية خلطة من دولت، هحطها على البطاطس، ونفرد بقى الخضار بتاعي الجميل، التتبيلة الجميلة ديت مع البطاطس، وهنحطهم بقى في الصينية. بس اهم حاجة ندعك الاول الخلطة بتاعتنا دي، لازم ندعكها وتشرب كلها من بعضها. وهنحشي بيها طبعا البوري بتاعنا. معايا البوري كده زي ما انتم شايفين، ممكن تفتحيه سنجاري بس انا حبيت اعمله كده. هنحشي طبعا البوري بتاعنا بالخلطة الجميلة دي زي ما انتم شايفين. ومعايا هنا بصوا انا هبتدي احشي بقى واحده واحده كده. ممكن تفتحيه انت، بدل ما تفتحيه من هنا افتحيه من ظهره، ما تفتحوش من هنا. بس انا حبيت اغير يعني من شكله واخليه يبقى كده. وزي ما انتم شايفين كده هنحط الخلطة بتاعتنا، نظبط الملح بتاعها. طبعا الليمون والكمون والثوم دول اساسي في السمك بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده بعد ما حشيت السمك اخدت الخلطة اللي فضلت مني على بطاطستين كده. ممكن تستغني انت عن البطاطس وتحطي من غير بطاطس. فانا طبعا زي ما انتم شايفين كده حطيت الخلطة على البطاطس، وهنرص السمك بتاعنا كده بنفس الطريقة. زي ما انتم شايفين الفرن بتاعنا يكون عالي على درجة حرارة 200 من تحت، ومولع من فوق ومن تحت. زي ما انتم شايفين كده اول ما يتحمر معاكي تبتدي تطلعيه كده، ما تسيبوش ينشف. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم.